السلام عليكم مشاهدين ديالي العزاز، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. وسنه سعيده على الجميع، نتمنى يا ربي تدخل عليكم بالصحه والهنا وباش بغيتوا ان شاء الله. واليوم جيت نشارك معكم الروتين ديالي اليوم. بيتزا. بالنسبه لواحد الاخت كانت قالت لي شاركينا معنا البيتزا، وانا غنشاركها معكم. كما كتشوفوا عندي الملحه، معلقه ديال السكر كبيره، معلقه ديال الخميره ديال الخبز، وعندي واحد المعلقه ديال الزعتر، والدقيق عندي كيلو ديال الدقيق، وعندي 250 غرام ديال الفينو، وعندي الخميره ديال 15 غرام ديال الحلوه، عندي نص كاس ديال الزيت البلديه، وعندي كاس ديال الحليب. وهنا كما كتشوفوا غادي نخلط كلشي وغادي نعجنها، ومن بعد غادي ندلكها غير واحد شويه. انا ما كندلكهاش بزاف، غير نخلطها ونجمعها. تشوف العجينه تكون رطبه صافي. كنغطي عليها ونخليها تخمر، ما كندلكهاش، ما تحتاجش الدليك. العجينه ديال البيتزا انا عمرني ما دلكتها، ماشي بحال ديال البطبوط واحد شويه اولا ديال المسمن. وهنايا كما كتشوفوا حتى خلطت كلشي، غادي نضيف الزيت ونضيف الحليب، والماء يكون دافي شويه سخون. راني حطيت في المنتدى كوزينه ميكستا، وحطيت مريم فلوك. ما تنساوش تدخلوا عندهم، الله يعطيكم الستر وتعاونوهم والله يجازيكم بخير. مهم كما قلت لكم هي المشاركه، هانتوما معايا حتى نهايه الفيديو، وشكرا لكم بزاف بزاف. وهنايا بعد ما خليت العجينه غطيت عليها وخليتها تخمر، غادي نشحر واحد البصله وفلفله حمراء وفلفله خضراء. غادي نشحرهم باش نديرهم في البيتزا، ولكم الاختيار، كل واحد يعني كيدير اللي عجبو. بالنسبه للاطفال نتوما كتعرفوا اغلبيه الاطفال ما كيبغيوش ياكلوا الفلفله في البيتزا والبصله، كيعجبهم غير التون والفرماج والصلصه ديال الطوماط. وكما كتشوفوا انا كنشحر هادو، ومن بعد غنرجع معكم. وهنايا العجينه عندي خمرات كما كتشوفوا. غادي نقسمها، غادي تعطيني هنايا على 5 اللي غادي تعطيني ديال البيتزات. وبالنسبه تقدروا ديروا يعني تكتر الا كنتو غادي ديروا بيتزات صغارين. بالنسبه ليا انا كنديرهم على هذا الحجم هذا ديال الصينيه. ومن بعد كندير كاين اللي كنطيبهم، غادي نشارك معكم غير وحده، والاخرين حتى من بعد غادي نديرهم، حيتاش كاين اللي بغى ياكل دابا، وكاين اللي ما كلاش يعني حتى ياكل متاخر. من بعد يعني غير كتبرد البيتزا، ماشي كما كتكون سخونه. الفرماج يكون سخون كيكون زوين. وهنا كما كتشوفوا كنكورهم، وغادي نديرهم طمانيو واحد تقدا واحد. وكما قلت لكم لكم الاختيار، نتوما بغيتو ديروهم صغارين ديروهم، كل واحد كاين اللي كيديرهم على شكل دائري، كاين اللي شكل مستطيل. وهنايا غادي نخليهم واحد شويه يرتاحوا، واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق، نغطيهم بواحد البلاستيكه
ومن بعد باش يجيو ساهلين يعني تطلقوهم. وهنايا مي درتهم في الصواني، يعني غير كنديرهم كنطيبهم ديك الساعه، كنديرهم بالفرشيطه نتقبهم، ومن بعد كنطيبهم، ما كنخليهمش يزيدوا يخمروا، ولا انا كنخمرهم نخليهم يتخمروا غير من انا كنعجنهم وكنعمرهم. بالنسبه كاين اللي كيدير العجينه خضراء وديروا عليها، بالحق انايا لا، ما كنديرش على العجينه خضراء، كندير يعني حتى كنطيبها نص طيبه ديك الساعه عاد كنعمرها كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو، كل واحد والطريقه ديالو. حتى هذه كتجي زوينه غير بحال غير هو باش يعني طيبوا لي بات وتكون عندكم واجده، يعني تكون في الثلج، باش اللي كان يعني مزروب ولا غيجبدها ويعمرها ويطيبها. بالنسبه لي انا هكا كندير لها، وليداتي كتجيهم سهله. بعض المرات هكا يكونوا خارجين ولا كيكون فيهم الجوع، يعني غير كيجبدوها، كيديروا غير لاصوص والفرماج دغيا كتوجد. وهاكي كتجي على هذا الشكل هذا. راها ماشي غليظه، غير كتبان لكم هنايا. بالنسبه للغلط انا ما كنديرهاش غليظه، وكل واحد والذوق ديالو، كاين اللي كل واحد وشنو كيعجب له، كاين اللي كيعجب له تكون غليظه بحال بيتزا امريكانا، كتكون زوينه حتى هي. وكثر الا كانت يعني معجونه مزيان كتجي لداخل يعني فشه، كتجي زوينه كما كتشوفوا. انايا من بعد ما درت لهم نص طيبه، انا غنشارك معكم وحده هنايا غادي نعمرها ونطيبها.
وهذا الشكل النهائي كي كتجي البيتزا كما كتشوفوا كي كتجي معايا كتجي زوينه ورطبه وهشيشه. ونتمنى يا ربي يكون عجبكم هذا الفيديو. المهم هي المشاركه، وكنشكركم بزاف بزاف، وما تنساونيش باللايكات والتعاليق ديالكم الزوينه. كنشوفها كنقراها واحد واحد، وكنشكركم بزاف بزاف. وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.